السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من مجموعة الأولى سنتناول قضية فلسطين ومعاناة المسلمين فيها من منظور العلوم الاجتماعية. فهذه القضية لا تقتصر على كونها صراعا سياسيا فقط، بل تشمل أيضا جوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمجتمع الفلسطيني. تعاني فلسطين منذ زمن طويل من صراع مستمر نتيجة الاحتلال والحصار والعنف المسلح، وقد أدت هذه الأوضاع إلى أن يعيش المدنيون ولا سيما المسلمون في فلسطين في حالة من عدم الأمن والنقص المواردي والمعاناة النفسية المستمرة. ومن منظور العلوم الاجتماعية فإن هذا الصراع يؤثر تأثيرا كبيرا على بنية المجتمع الفلسطيني ورفاهه الاجتماعي. أولاً، الأثر على الحياة الاجتماعية. فقدت كثير من الأسر مساكنها وأفرادا من عائلاتها، إضافة إلى تقييد الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية. كما ينشأ الأطفال في بيئة يسودها العنف، مما يؤثر سلباً على نموهم الاجتماعي والعاطفي. ثانياً، الآثار الاقتصادية. أدى الحصار وتدمير البنية التحتية إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، ونتيجة لذلك أصبح المجتمع الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. إخوة الإيمان، ثالثاً هو الآثار النفسية. إن التعرض المستمر للخوف والضغوط النفسية وفقدان الأحبة أدى إلى معاناة كثير من الفلسطينيين من الصدمات النفسية والاكتئاب واضطرابات النفسية المختلفة. وتؤثر هذه المعاناة على سلوك الأفراد، فيصبح بعضهم أكثر عرضة للغضب والقلق، في حين يلجأ آخرون إلى العزلة والانطواء. كما يتأثر الأطفال بشكل خاص، فيصابون باضطرابات النوم والخوف الدائم، مما يؤثر على نموهم العقلي والعاطفي. هناك منظور العلوم الاجتماعية، فإن هذه الآثار النفسية لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تنعكس على المجتمع بأسره، فتضعف قدرته على التعامل مع التحديات وتؤخر مسيرة التطور والاستقرار. كعبرة يعلمنا موضوع فلسطين أن الصراع لا يقتصر على النزاع على الأراضي فقط، بل يمكن أن يتحول في أزمة اجتماعية وإنسانية مستمرة. المعاناة التي يمر بها المسلمون في فلسطين تظهر أن الظلم قادر على تدمير البنية الاجتماعية وإضعاف الاقتصاد وترك آثار نفسية عميقة على المجتمع. لذلك ينبغي علينا أن نأخذ العبرة ونحرص على نشر الوعي التعاطفي وتحمل مسؤولية المشتركة، وأن ندرك أن السلام العالمي لا يتحقق إلا من خلال العدالة والإجراءات المستمرة من المجتمع الدولي. هذا فقط منا، شكرا على حسن استماعكم وانتباهكم. السلام عليكم، مع السلامة.